في هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم الوالد الراحل الكريم الحاج سعيد أحمد أبو أحمد زايد، عميد عائلة زايد في دنشواي مركز الشهداء في محافظة المنوفية. رحل وترك أثرا طيبا في نفوس الناس، كان معروفا بالمودة والمحبة وحسن التعامل مع الناس أجمعين، وهذا ما شهد له به أهل بلدته. وكما علمنا رسول الله: أنتم شهداء الله في الأرض. فنسأل الله الكريم أن يجعل كلام الناس في حقه في ميزان حسنات، وأن يرزقه الفردوس الأعلى في جوار سيدنا رسول الله، وأن يرزقه لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم آمين. ونسأل الله الكريم أن يبارك في أبنائه أجمعين. المهندس أحمد سعيد أبو أحمد، والأستاذ عبد الفتاح سعيد أبو أحمد، والمهندس نصر سعيد أبو أحمد، والعقيد إبراهيم سعيد أبو أحمد. يتلألأ سرادق العزاء بفراشة وإضاءة وصوتيات المهندس أمير أبو الحاج علي من منشية سلطان مركز منوف، والتصوير هيثم عيد وتامر عباس. تزدان هذه الليلة المباركة بعلمين من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي: قارئ رئاسة الجمهورية وقارئ مسجد المشير طبيب القلوب فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ونقيب قراء محافظة الفيوم وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني. أيها الأحبة الأكارم، الموت حقيقة لا شك فيها، لم يختلف حولها مسلم أو غير مسلم. الفارق أن المسلم يعتقد في الموت وفيما بعد الموت، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ويا أخي، إن أردت أن تعمل لما بعد الموت فكن وثيق الصلة بالقرآن الكريم. اقرأ القرآن واستمع إلى القرآن وتدبر القرآن وتخلق بأخلاق القرآن وطبق ما جاء في القرآن، تسعد بسكون الجنان. أسأل الله الكريم أن يرزقنا أجمعين الفردوس الأعلى. بشرى تزف لحامل القرآن، ياقوت رب العرش في التيجان، ثم الشفاعة في القرابة عندما فرت خلائق من لظى النيران، ومنازل الرحمن تهتف للذي قطع النهار بآية وبيان. هذا كلام الله جل جلاله، أبشر بقول الله في القرآن. هيا بنا أيها الإخوة الأكارم
ونحن مصحوبون ببشرى سيدنا رسول الله: من عز أخاه في مصيبة ألبسه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. هيا بنا إلى مأدبة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا قارئ رئاسة الجمهورية، قارئ مسجد المشير، فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، صاحب مدرسة في تلاوة القرآن الكريم لا تخطئها الأذن. نسأل الله الكريم أن يفتح عليه فتوح العارفين، اللهم آمين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن إن إبراهيم كان أمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا شاكرا لأنعمه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين
ولم يك من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه إذا شاكرا لأنعمه إذا تباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا وما وآتيناه في الدنيا حسنة
وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. البركة فيك يا ابو شطار، بركة فيك يا ابو مصطفى، انت الاصل. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. صدق الله العظيم. وإن عاقبتم لهو خير
واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.
الرحمن على العرش استوى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له صدق الله العظيم. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. استمعنا أيها الأحبة الأكارم واستمتعنا بهذه التلاوة المباركة من خواتيم سورة النحل وأول سورة طه. تلاها علينا قارئ رئاسة الجمهورية، قارئ مسجد المشير، فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. وهكذا يقرأ القرآن، أحكام ومخارج وأداء وحلاوة صوت. أسأل الله الكريم أن يبارك في أهل القرآن أجمعين. أيها الأحبة الأكارم، ونحن في قرية دنشواي مركز الشهداء في محافظة المنوفية، في ليلة تكريم والد كريم عزيز رحل عنا بالأمس. رحل بجسده لكن سيرته باقية، وكما ورد الذكر للإنسان عمر ثاني ويبقى الأثر. فانظر يا أخي ماذا تركت
للناس أن يقولوا في حقك، فالناس شهداء الله في الأرض. الوالد الراحل الكريم الحاج سعيد أحمد أبو أحمد زايد، عميد عائلة زايد في دنشواي، مركز الشهداء في محافظة المنوفية. والد كل من المهندس أحمد سعيد أبو أحمد، والأستاذ عبد الفتاح سعيد أبو أحمد، والمهندس نصر سعيد أبو أحمد، والعقيد إبراهيم سعيد أبو أحمد. أسأل الله الكريم أن يجعلهم صالحين بررة يدعون للوالد الراحل الكريم. يتلألأ سرادق العزاء بفراشة وإضاءة وصوتيات المهندس أمير أبو الحاج علي من منشية سلطان، مركز منوف في محافظة المنوفية. التصوير هيثم عيد وتامر عباس، والتنسيق أحمد سمير. أيها الأحبة الأكارم، حضر إلينا لتقديم واجب العزاء عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية في محافظة المنوفية. تقدمهم سعادة اللواء محمود الكموني مدير أمن محافظة المنوفية. نسأل الله الكريم أن يحفظ لنا رجال أمننا، وأن يحفظ لنا قواتنا المسلحة، فهما حصن داخلي وحصن خارجي. تقبل الله عزاءكم، وشكر الله سعيكم، وغفر الله ذنبكم، ونلتقي بعد صلاة العشاء.